السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء النور والسرور يا جميلات يا حبيبة القلب. يلا بقى نعمل شوية قراقيش دايبة دوب. ما شاء الله تبارك الرحمن. معانا بقى كيلو دقيق، معانا ملح وسكر، كيلو دقيق بس، ومعانا ملح وسكر، ومعانا السمسم القمر ده حمصناه شوية، طيرنا الرطوبة منه وحمصناه شوية. الخميرة بتاعتنا ما شاء الله تبارك الرحمن كانت فارت. حطينا كيس الخميرة ومعلقة سكر معاه وشوية مية، وبدأنا نحط المكونات بتاعتنا: السمسم والدقيق والملح والسكر برضو هنا. وبعدين هنكمل بقى هنعجن باللبن. معانا الزبدة بتاعتنا مسيحينها. أنا بحب في المعجنات أستخدم الزبدة البقري الفلاحي، فحطيناها بقى كده وهنقلب، لأن الزبدة بقى أنا أدحاها عشان هنعمل شوية قراقيش بقى كده زي ما أنا قلت لكم، بتدوب في البق كده ما شاء الله تبارك الرحمن. ده أنا عملتها كانت يوم وقفة العيد، قلنا بقى نفطر بيها الصبح كده مع الكحك والبسكوت. ولادي سواء في العيد الكبير أو في العيد الصغير أنا بحب أعمل شوية القرقيش السخنين الحلوين دول. ملوكة بقى قامت بالمعجنات ديت. المعجنات في البيت يا جماعة أنا بحس إن هي خير، زي برضو الطيور في البيت بتبقى خير. المعجنات في البيت، الدقيق نفسه كده بيبقى في البيت. أنا عمالة أقول لها يا ملوكة الخميرة فارت خالص، يعني انتشرت بقت مفعولها جامد. فبدأت أقول لها بقى حطيها بقى. هي ما شاء الله بقى تمسك بقى كان نفسي أسيب لكم الصوت بتاعها، وهي عمالة تقول لي يا ماما نبس بقى العجين ونمسكه بقى كده. هي بتحب المعجنات زي مامتها. دي بنوتي يا جماعة. إحنا عاملين الأكل في بيتنا من غير جلافزات من غير أي حاجة، إحنا اللي هناكله. فهي بقى بتحب تستخدم إيديها زي مامتها كده برضو. بس في حاجات يا جماعة بتبقى ت إيه تلبس الجلافزات في إيديها. مسكت بقى شايفين السمنة دي؟ السمنة بس كده بالخميرة بالدقيق بالسمسم، تقول لكم متماسكة جميلة. هنبدأ بقى نضيف اللبن بقى واحدة واحدة كده لحد ما ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا بقى اللبن بتاعنا كان رايب. بدأنا حتى لو اللبن حليب عندك ممكن تحطي عليه شوية خل، فهيبقى زي الرايب بالظبط، وهتستخدميه في المعجنات هيبقى زي الفل. اللهم بارك. يلا بقى احنا ما صليناش على النبي لسه. مين اللي ما صلاش على النبي؟ مين اللي ما ذكرش الله؟ اذكروا الله وصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. دايما في العجين كده وانتوا بتعجنوا وانتوا بتعملوا الاكل، الاستغفار والصلاه على النبي دايما افكركم بيها. خلي الورد القران دايما معاكم، كل فيديو هفكركم بيه. بدأنا بقى عملنا بقى العجينة كده، هنسيبها بقى تستريح. كل ما تخدمي العجينة كويس كل ما تديكي نتيجة أجمل، بالذات في القراقيش. يعني القرص الطرية يعني بنعجنها عادي، أما هنا بقى في القراقيش لازم تتخدم كويس عشان تبقى السمنة بتاعتها كتير، علشان تديكي عرق كويس في قلب العجين. ما شاء الله هنا بقى العجينة بتاعتنا خمرت. ملوك أهم حاجة عندها إن بعد ما العجينة تخمر تديها البوكس المتين. هنبدأ بقى نمسك بقى نضيع الخمر بتاعها ده شوية، لأنها هتخمر معانا في قلب الفرن وهتخمر معانا واحنا بنقطعها، وعلى ما نحطها في السيجان هتبدأ بقى تخمر معانا. ما شاء الله تبارك الرحمن. هنبدأ بقى بالقطاع البرجل ده. ما شاء الله جميل جميل جميل. ما شاء الله تبارك الرحمن. هي برضو هي اللي بتقطع، هي بدأت من الأول لحد الآخر. ما شاء الله تبارك الرحمن. بدأت من أول ما عجنت زي ما شفتم كده، عشان إن شاء الله بقى السنة الجاية تبقى تعملها بقى في بيتها بإذن الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. بدأنا نقطع بقى، بدأنا نحط في السيجان أو في الصواني بتاعتك. الفرن بيبدأ يسخن بقى قبليها ب10 دقايق كده علشان نحط على طول. هي ما بتخمرش، ما بتاخدش خمر كتير، بالذات لو عملتيها في الصيف دلوقتي مش هتاخد منك وقت خالص، ويبقى حاجة نظيفة عاملاها ببيتك. السمنة معروفة. وبره بقى عندك المعجنات دي دلوقتي في الأفران اللي بره دي بأسعار باهظة. فلما تعملي كيلو دقيق عندك هنا، كيلو الدقيق ب25 جنيه الحلو، والسمنة بتاعتك موجودة في قلب البيت، مش هيكلفك حاجة. واعملي كل حاجة في قلب البيت. أنا بحب أعمل كل أكل في قلب البيت. حتى لما يجوا يجيبوا من بره كده ببقى زعلانة، بس بسيبهم ساعات يجيبوا من نفسهم ويريحوني برضه. ما شاء الله تبارك الرحمن. هنبدأ نقطع بقى كده تاني ونرص في السجان، وهوريكم بقى دلوقتي. ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم بارك اللهم بارك. شايفين؟
أنا المرّة دي قطّعت بقى وهي رصِّت في الصاجات، وبدأت بقى أنا هاسيب لها الباقي بقى تكمّله وإيه، وأنا بقى في الفرن بتاعنا العادي، في فرن البوتاجاز عادي، عارفين بقى في الفرن بقى الفلاحي بيبقى خطير، الغاز بقى مش قصدي على الفرن الني، وما بالِك بقى على أكل الفرن الني وذكريات زمان، نفسي أقعد أحكي لكم على ذكريات زمان بقى والأكل بقى في الفلاحين والخبيز والكحك والبسكوت لمّا كنا نقعد وإحنا أطفال بقى قدّام جدتي بقى كنا بنخبز بكميات كبيرة الحاجات دي مش كيلو و2 لأ، إحنا عندنا كنا بنخبز كتير أوي. وجدتي تقعد في الفرن. طَب أقول لكم على حاجة، أيام العيد طبعًا بنخبز الكحك والبسكوت أيام العيد، فجدتي تقول لماما إيه: "فطّريهم، فطّريهم وإحنا بنعمل ده عيد الشباب." ماما تقول لها: "بس يا حاجة ما تقوليش كده." هل كان عندكم الكلام الجميل ده، الذكريات الحلوة ديًّا؟ إيه رأيكم في الذكريات الجميلة ديّة؟ بابقى نفسي عايزة أحكي لكم، شايفين التسوية؟ ما شاء الله كان سُخن لسه، يعني لسه خارج من الفرن، ما شاء الله تبارك الرحمن، كان شوية قراقيش زي الفل. يا ريت بقى اللايك واشتراك في القناة، باحبكم في الله يا أحلى أخوات، وإذا عجبكم الفيديوهات بتاعتي قولوا لي تعليقاتكم كده، يا رب دايمًا قنواتكم في تقدم وازدهار، وتشوفوا خيرها يا رب كده، ويبعد عننا الشر، ما شاء الله تبارك الرحمن، شايفين ملوكة بتوريها لكم أهو، إيه رأيكم في الجمال ده؟ بجد ما يستاهلش لايك منكم، وشير بقى، ما شاء الله، ما شاء الله، بألف هنا وشفا للي شاف، وبألف هنا وشفا للي كل، باحبكم في الله.